انا النهارده هعمل مربى جزر طعمها جميل ولذيذ. معايا 2 كيلو جزر مبشور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده 2 كيلو. ومعايا كيلو سكر هنضيفه على ال2 كيلو جزر مبشور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كيلو سكر. معايا كوبايتين عصير برتقال هنضيفه برضه على الجزر المبشور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكوبايه التانية معايا قشر برتقال مبشور بالشكل ده، معايا قيمه معلقه كده زي ما انتوا شايفينه، هنضيفه برضه على مربى الجزر. معايا بودره برتقال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا قبل كده عملت لكم فيديو معاكم. كل ده بيدي طعم حلو قوي للمربى. واخر حاجه بنزل بيها معايا معلقتين كبار ليمون. ليه اخر حاجه بنزل بيها الليمون؟ علشان الليمون ده بيحافظ على لون الجزر معانا وهو بيغلي على النار، وفي نفس الوقت ماده حافظه. وبعد كده احنا هنرفعها على النار، نار هاديه، وانا مش هقلب المكونات دي كلها دلوقتي. لما تغلي على النار هبدا بقى البخار بتاع اللي هيطلع هي بتغلي، السكر ده هيسيح وكده، هنبدا بقى نقلب من تحت لفوق وطبعا ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك في القناه. واحنا دلوقتي هنرفعها على النار. طبعا كده يا حبايبي المربى بتغلي معانا زي ما انتوا شايفينها كده، انا لسه ما قلبتهاش ولا عملت فيها اي حاجه. شايفين صوص زي بصوا شايفين كده السكر بتاعنا ساح مع كوبايتين عصير البرتقال اللي احنا حطيناهم. انا دلوقتي هبدا اقلب من تحت لفوق عشان يبقى كله واخد نفس التسكيره ونفس الطعم. وبعد كده حبايبي انا هسيبها لمده ساعه وعلى نار متوسطه، ولا هي واطيه قوي ولا هي عاليه. وبعد ساعه بالظبط احنا بنطفي عليها بتكون هي استوت وبقت واخده معانا طعم المربى، وبجد هي طعمها حلو قوي، بتبقى طعمها لذيذه ومفيده قوي لاولادنا. طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا كده حبايبي هي دخلت في مرحله التسويه زي ما انتوا شايفين كده. هي بالاول كانت هشه معانا، عن كده هي دلوقتي هبطت، هي كده داخله في مرحله التسويه. شايفين الصوص ده بقى من الصوص البرتقال والليمون قد ايه بيديلها طعم حلو قوي وبيحافظ على لونها، وبيبقى لما بتخلص وبنشيلها في التلاجة بيبقى الصوص ده بيبقى عاطيلها طعم حلو قوي. ده من عصير البرتقال اللي احنا حطيناه. وقبله فيه تكه مهمه قوي قبل ما تطفي عليها، دوقيها كده قبل المعلقه، لو حسيت ان هي بتقرمش كده ببقك تبقى هي لسه كده ما استوتش بنسبه 100%، توطيلها النار وتسيبها تستوي اكتر. وبجد هي طعمها لذيذه قوي ومفيده قوي لاولادنا، ولازم تجربيها. طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وهي كده لسه حبايبي انا ما طفيتش عليها، بس انا حبيت اوريكم خطوه بخطوه عشان تقدري تعملي احلى مربى جزر بطريقه سهله وبطريقه بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. كده طبعا يا حبايبي المربى بتاعتنا الجميله خلصت وتنت زي ما هي على لونها، ولا غمقت ولا اي حاجه. ده من رشه الليمون اللي احنا حطيناها. هي بالظبط اخدت معايا ساعه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، وبجد طعمها حلو قوي. انا هدوقها معاكم دلوقتي، بجد طعمها رهيب، واخده مزازه كده، واخده قوام حلو قوي من عصير البرتقال. طبعا احنا بنسيبها تبرد بقى ونعباها ببرطمان او علبه من عندنا في البيت. طبعا كده حبايبي بعد المربى بتاعتنا ما بردت عبيتها في علب زي ما انتوا شايفينها كده، وشايفين لونها قد ايه طلع حلو، ولا غمق ولا اللون اتغير خالص، تنت على لونها. امشي بنفس الطريقه اللي انا عملتها وهتعملي احلى مربى جزر. طبعا احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك في القناه لو لاول مره تشوفيني. انا اسمي اسماء صيام، وبألف هنا حبايبي.